المشكلة كمان تداخل الأمن مع الرياضة الحقيقة. تداخل بقى شديد التعقيد، بمعنى أنه خلينا ندخل في القضية الأولى. يعني كرة القدم كيف تعود إلى أنها وسيلة البهجة الأولى عند عدد كبير من المصريين. كرة القدم تكاد تحتضر مباريات الدوري، حتى يعني لا نعلم إذا كان الدوري هيقام ولا مش هيقام، وإذا بدون جمهور يبقى بتحكم عليه بالموت، لأنه حتى البعض بيقول لك إنه مباريات بدون جمهور زي مع الفارق في التعبير زي حج بدون عرفة، وزي ديمقراطية بدون صندوق انتخابات. يعني ده صحيح. متى تعود كرة القدم وسيلة بهجة عند المصريين؟ وهل سيعود الدوري وبالجمهور؟ طبعا ده الرد عليه عندما تكون مصر آمنة مستقرة بشكل كامل. مصر آمنة الحمد لله، الاستقرار بيعود يوما بعد الآخر، إنما من خلال ما عرضته من دقائق في اضطرابات وفي بعض التداعيات التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر. وفي نفس الوقت الأمن المصري لا نستطيع أن نحمله ما لا طاقة به. الفترة اللي فاتت الأمن بتاعنا أجهد وأنهك في كثير من المواجهات، فبالتالي كان مهمة تأمين المصريين هي عايز أقول المهمة الأولى، فبالتالي دي خدت وقت وخدت جهد وما زالت مستمرة. إنما بالتأكيد الرياضة يعني متنفس للمصريين، الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد جزء من ثقافة المصريين، فبالتالي الوقت المناسب لعودة النشاط أو لعودة كرة القدم إن شاء الله يكون في المستقبل القريب. في ترتيبات لذلك إن شاء الله. برضو بنفكر عندنا في وزارة الرياضة إن شاء الله أن يكون في إدارة للأمن الرياضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أساس أن احنا لا نحمل الأمن كل المسؤولية بتاعة الملاعب. يعني إيه الأمن الرياضي بقى؟ الأمن الرياضي يعني يبقى في لجان من الوزارة، لجان من الروابط المشجعين، لجان أيضا مش هقول شعبية بقدر ما هي لجان تأمينية بس مدنية، مش فيها الشكل الرسمي. يعني عايزين الأمن يعني نرفع عن كاهله كمان تأمين المباريات، لأن أنت عارف لما تيجي تأمن مباراة في كرة القدم أنت النهاردة بتشغل قطاع كبير جدا من الأمن لتأمين مباراة، لا سيما إذا مثلا أقيمت 4-5 مباريات في محافظة واحدة، فبتلاقي الأمن كله متفرق وأمن المواطن العادي غير مؤمن. فبالتالي دي إشكالية جديدة ستواجه في المستقبل القريب ولازم لها حل. فبالتالي هي فكرة وقابلة للتنفيذ وابتدينا فيها، وفي برضو تنسيق مع الداخلية بحيث يبقى في إدارة للأمن في الوزارة، وفي مساعد وزير الداخلية للأمن الرياضي، لمجرد مساعد وزير الداخلية للأمن الرياضي يعني أو لأمن الملاعب، على أساس يتم التنسيق معه فقط دون إجهاد الأمن، لا بنسب ولا بعدد من الضباط والجنود. امال هتستبدل الضباط والجنود بايه؟ هنحاول نقلل العدد، يبقى في وجود رمزي او مش بالشكل الكثيف، انما يبقى الامن الرياضي هي الاداره الجديده اللي بتحاول تكون موجوده في الملعب، بتحاول ان هي تكون قريبه من الجماهير، بتحاول ان هي تقوم بنفس الدور بشكل ما فيهوش اي نوع من المواجهات، يعني نمنع الحساسيه بمعنى ادق.